السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أود أني أحدثكم عن بعض التجاوزات التي يمارسها السيد أحمد عبد المجيد، الذي يدعي المصرية، يدعي الوطنية، ويدعي أنه هو المؤمن. الناس كلها كفرها أحمد عبد المجيد. مش عارف أنا جاتلك شيزوفرينيا ولا إيه؟ عمالة تخبط يمين وتخبط شمال. يمكن الكلام الوحيد الصح في الحوار اللي انت عمالة ترغي فيه والهري الفاضي اللي انت عمالة تقوله ده هو ذكر الله ونعم الله فعلا، اللي الإنسان لابد إني يقابلها بالشكر. لكن انت يعني بصراحة كده مش عارف ايه اللي بتقوله ده. انت كفرت الناس كلها. انت لا عاجبك، ما عاجبكش حد خالص. عاجبك الناس اللي في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث، ولا عاجبك بتوع الكورة، ولا عاجبك أي حد، حتى رجال الدين تقريبا أنت مش عاجبينك. ما أنت يعني اخترعوا لك ناس من جديد يا أخي. البشر هم البشر اللي خالقهم ربنا سبحانه وتعالى. البشر خطاء، وده كون عمله ربنا سبحانه وتعالى وعمل الأنظمة. امال ربنا هيحاسب الناس على ايه يا احمد عبد المجيد؟ اما اكونش انا اغلط وانت تغلط وغيرك يغلط. ها؟ افهم، مالك جالك خبل في دماغك ولا ايه يا عم احمد؟ انت لقيت ناس بتسمع لك ومطلطلة ودانها، وانت عمالة تحشي في مخاخ الناس، وانت كل كلامك 90% منه كده هري فاضي. يا عم دور انت تتكلم مع الناس على حل. يعني حاول مثلا انك انت تكون مصلح مثلا للناس. في سلوك من سلوكيات الناس خطأ، وانت تعقب عليه، تحاول توعي الناس بالوعي. لكن انت بتتكلم ازاي يعني؟ أنا مش فاهم. يعني تخش من التاريخ الفرعوني على التاريخ القديم، تاريخ الحديث على تاريخ اوروبا. يا عم اهدى على نفسك شوية وخليك هادي كده.